ولا اي حاجه. التاسكات ديت ايوه معروف كده. لا احنا وقفنا فين؟ حد فاكر احنا وقفنا فين؟ يعني احنا بنقول ايه دلوقتي؟ ايه الدنيا؟ احنا كنا عند متهيألي والعتب بتاعه ايوه معايا ولا تهت؟ العتبة والحل بتاعه. بننفذ بند المباني، دخلنا في الفتحات وبدأنا ببند الأبواب فيها، ودلوقتي داخلين على تنفيذ بند الشبابيك. تمام كده؟ هنبدأ نجري سنة صغنطوطة فنركز مع بعض. لو حابين بص، اللي مش شايف ممكن يبص فوق، ولو في مشكلة ممكن يطفي النور لو انتوا بتقفوا مشكلة أو هنا في مشكلة. تنفيذ الشبابيك أهم حاجة عندي في الشبابيك، احنا قلنا زيها زي الأبواب ليها عتبة، تمام كده، لكن ليها كمان حاجة إضافية، حاجة اسمها جلسة. دي اسمها جلسة، اللي هي الحاجة اللي هيتحط عليها الشباك بعد كده. تمام. الارتفاع بتاعها بيبقى ما بيقلش عن 90 سنتي وما يزيدش عن 120 سنتي. حد يعرف ليه ما يقلش عن 90 سنتي؟ ارتفاع الجلسة بتاعت الشباك، الجلسة اللي هي الحتة اللي تحت ما يقلش عن 90 سم. هي حاجة ليها دعوة بالأمان مثلا. برافو اللي هيعيش في البيت. برافو، عشان ما يقعش. تمام. وعشان لو عندك طفل صغنطط ما تلاقوش في الشارع. تمام. طيب، وما تزيدش عن 120 سنتي إن لم يذكر عكس ذلك. بمعنى ما يبقاش في عندي مهندسة عاملة ديكورات معينة وعايزة تنزل وتطلع براحتها، فدي حاجة تانية. في شبابيك بتنزل لغاية الأرض. طيب اللي هينزل عن 90 سنتي، تمام، لازم يتعمل حاجة أمان للواقف عشان ما يقعش. إيه هي؟ سور حديد أو إزاز، بنسميه هاندريل أو بنسميه حديد حماية. تمام كده عشان حضرتك كنت واقفة ما تقعش. تمام. لو عندي ألوميتال ممكن أعمل الجزء اللي تحت فيكسد، تمام، مجرد بيدخل لي نور لكن مش بيتفتح كشباك. كل المقاسات بتتاخد منين؟ من فوق التشطيب. تمام، يعني مش بتتاخد كده اعتباطا، ماشي، ولا من الخرسانة. طيب، منسوب جلسة شباك الحمام الوحيد المختلف بيبقى في حدود 1.5 متر. جلسة الشباك بتاع الحمام تبقى في حدود 1.5 متر من التشطيب. ليه؟ عشان ما تبقاش عالية ولا واطية. دلوقتي مثلا لو الشباك ده بينشر فيه أو حاجة. حمام هينشر فيها هندسة؟ الحمام اسمع السؤال كويس، مش هننشر في شباك الحمام ان شاء الله. يا سلام، برايفسي يا خصوصية. تمام كده، حمام يبقى عادي. طبعا ان لم يذكر عكس ذلك. اوكي. أنا ليه متخيل إن 1.5 متر ده عند صدرك، او بالنسبة لك انت عند مناخيرك. انت اللي سألت سؤال غريب قوي. احنا بنهزر. فلا جزء هيبقى جزء عالي، فبحيث ان مثلا وانا بعمل تويلت او حاجه ما حدش يشوف الجسم من تحت، او حد بيشوف او باخد دش ما حدش يقدر يبص عليه. ما تنساش امتى بستخدم، طبعا مش عارف مين اللي بيكتب برجله ده، الطوب الاسمنتي المصمت. ايه علاقته بالشبابيك والابواب؟ فتحات. برافو. هي أو بدايه يعني في الفتحات، وليه؟ عشان الحل. حلو كده. انتوا الاثنين قلتوا جمله، ما نفسيش واحد يقول لي جمله على بعضها. حلو كده. ما تنساش كل شبابيك الواجهه على خط واحد رأسيا وأفقيا إن لم يكن عكس ذلك. ده معناه إيه؟ معناه تاني، أنا هفترض إن أنا في مكان عادي وتقليدي وطبيعي. المكان العادي التقليدي الطبيعي هلاقي خط جاي لي من فوق كده، كل ده ماشي مع بعضه خط واحد. والخط الأفقي، طبعا اللي هيتريق على خطوطي هزعله، تمام، خط أفقي كله خط واحد.
ده المفروض ده الطبيعي او التقليدي. بمعنى ايه؟ بمعنى لو جات لي في اللوحه في الرسمه فرق 2 3 سم بين الشباك ده والشباك ده معناه انه الاوتوكاد عنده هيس، مش معناه ان هي قصدها كده، لكن هي او هو اللي بيعمل التصميم بقى وعامل سحبه وعامله كده وعامله كده ومش عارف ايه الكلام ده، هو ده اللي يبقى ايه، انا هحترم رايها، هي بقى اللي قصدها تعمل سحبه وميول ونازل وطالع وشباك صغير وشباك كبير او شباك حمام. دول الحاجات اللي بعيده عن نفس الخط. لكن لو انا ماشي في مكان تقليدي جدا بتاع الناس بقى نادمين طبيعيين، مش هلاقي حاجه طالعه ولا حاجه نازله. تمام؟ فعندك 2 3 سم طلعوا غلطه في اللوحه، ما تصغرش دماغك وتقول لها والله انا بمشي على اللوحه بالملي. تمام؟ اتفضل. هو لازم ما عدا فوق. انا ماليش غرض من الرسومات او الصور اللي بتيجي او الفيديوهات اللي بجيبها غير اللي انا بقوله بقى. الشباك كله تبقى اسمنتي مصفط، وبعت لكم صوره مش عارف هي باينه من بعيد ولا لا، بس كنت جايبها لكم من قلب موقع انا ماشي في الطريق موجود، عشان بس اللي بيقول ما بتتعملش وتتعمل. سبحان الله، احنا كنا فاكرين ان انت ماشي بتروش معانا ولا بتعمل لنا فلوج عن ايام يومك يعني. فوجئنا ان انت بتقول كلام مهم مش عارف ده جه منين. يعني انت سايب ده كده مكتوب الاسمنت المصمم على اللي تحت، وادي جاي في الكتاب. سبحان الله. العتب بقى ده اهم حاجه عندي خالص، وبما ان مفيش مهندس مدني فانا هفتي براحتي. الهدف الاساسي من العتبه ايه؟ العتبه بالنسبه لي عباره عن كاميرا خرسانه، تكبرت الموضوع قوي، كاميرا وخرسانه، والكاميرا الخرسانه دي بيبقى فيها حديد من جوه، حديد تسليح بيشيل حاجه اسمها تنشن. يعني ايه تنشن؟ يعني يشيل الحركه، لو الحاجه اللي فوقيه عايزه تنزل لتحت هو بيمنعها منها تنزل لتحت. بمعنى تاني او بشكل تاني، ان انا لو في احمال على الكاميرا الخرسانه دي من فوق، فالمفروض ان شكل الكاميرا او العتبه دي يبقى عامل كده، فالحديد بيمنع الحركه اللي حصلت دي. تمام؟ ويخليها الافقيه زي ما هي. ايوه ده اللي هيبقى فوق الشباك. بس خلينا بس نقول الفكره نفسها. فدي تعتبر كاميرا خرسانه بتتعمل. تمام؟ معنى انها كاميرا خرسانه ما ينفعش تبقى حاجه هزق. مع انها كاميرا خرسانه والحديد هو الاساس بتاعي، ما ينفعش الاقي فيها سيخ حديد معفن كده مرمي مصدي، لازم الاقيها متسلحه كويس. ده اساس الشغل بتاعي. طيب اذا افترضنا ان هي بايظه او حديدها بايظ او فيها مشاكل، مش هيبان معايا ابدا الا في حاله واحده، الا بعد شويه يحصل حاجه اسمها تريح مباني، المباني تركب عليها وتتقل، تبدا تاخدها معايا وتنزل، فلاقي بعد ما اركب الباب او الشباك بتاعي الاقيه ما بيفتحش. ليه ما بيفتحش؟ خاصه الالوميتال، لان هلاقي ضغط او وزن الطوب اللي فوق ضاغط على الالوميتال وانا مش واخد بالي. اروح اجيب بتاع الالوميتال واتخانق معاه، اروح اجيب بتاع النجار واتخانق معاه، كل دول ما بيفهموش. ليه؟ لان هما بيركبوا من غير امانه، ويطلع في الاخر حضرتك اللي استخسرت وجبت عتبه من ام 10 جنيه تبيعك السوق. ادي اول حاجه. حاجه تاني هنتكلم عليها كمان شويتين ثلاثه برضو انبه ليها من دلوقتي، فكره لو انا ما عنديش العتبه دي عمري ما اقدر اوصل للحاجه الافقيه. ليه؟ ما اقدرش اعمل شباك افقي بالمنظر ده، وهضطر ادور على اي حاجه تانية. تمام؟ عشان خاطر اعمل الشباك بتاعي. ليه؟ لانه الكاميرا خرسانه في الحديد اللي بيشيل التنشن، يعني بيخليني اشتغل على الافق. طب انا ما عنديش الحديد ده، كل حاجه هتقع عندي على راسيا مره واحده. تهنا؟ قولي. هو ده تكوين بس ولا شبكة عامة؟ لا شبابيك العتبه، انا بتكلم عن العتبه. العتبه عامه. تمام؟ طيب نبدا نقول شويه حاجات ونمشي تاتا تاتا، بس ادينا قلنا الفكره. اول معلومه، منسوب العتب 2 متر 20 او 220 سم. تمام؟
طبعا ان لم يذكر عكس ذلك. يعني ايه بقى منسوب العتب؟ منسوب بطنية العتبة بتبقى على ارتفاع 2 متر 20 اللي هي فتحة الباب. ارتفاع فتحة الباب 2 متر 20 هي نفسها منسوب العتبة. هيفرق في إيه؟ انت هتركب على انهي ارتفاع؟ مين هيقول للبنا ركب العتبة على الارتفاع الفلاني؟ فتحة الباب اهي، قالوا كده العتبة بتركب فوقيه، فانا فتحة الباب هتبقى قد ايه؟ المعتاد 2 متر 20 ده المعتاد. تمام. اللوحة عندك جايبة بقى 2 متر، جاب 2 متر ونص زي ما يقول احنا هنلتزم باللوحة، بس لو ما عنديش اللوحة همشي على 2 متر 20. تمام كده؟ طيب كل العتب المفروض على نفس الارتفاع. العتب ده هيتحط فوق الباب او فوق الشباك او فوق المعبرة، 3 حاجات دول كلهم على نفس الارتفاع. تمام كده؟ يعني الشرب بتاعي وبديله اولا الشرب، المقاس من الشرب هيبقى كام؟ من الشرب للعتبة جت منين؟ برافو. تمام كده؟ حد تايه؟ فاحنا هنطلع فوق الشرب بمتر 20 واحط العتبة بتاعتي. المفروض بمشي في كل البيت او كل الدور تمام على نفس المستوى. تمام. برضو ان لم يذكر عكس ذلك الارتفاع من منسوب التشطيب. تمام، مش من الخرسانة. يعني شباك يبقى اطول من متر 20 ده ذكر حاجة تانية اختلف. هو عادي طالما مقصودة في التصميم، لكن في التقليدي والمنطقي ان كل العتب بتاع الدور بيبقى على نفس المنسوب. مش غلط، هيبقى مثلا في مشكله على المبنى او لا مفيش مشكلة على المبنى، بس في مشكلة في التصميم. منطقية التصميم ان كل العتب مرة واحدة. قالوا كده؟ طيب ايه وظيفة العتبة؟ حمل وزن الطوب اعلاها. تمام. وبناء عليه انا بتعامل معاها على انها كاميرا خرسانة، مش بتعامل معاها على اساس انها مجرد عتبة جايبة من الشارع. تمام. طيب ازاي احدد مقاس العتبة المناسب؟ حسب وزن الطوب اللي فوقيها. سيبنا من القانون ده، مش فارق معايا دلوقتي. لو عرض الباب اقل من متر او اكتر يبقى السمك حوالي 10 سم. لو عرض الباب عرضه اكتر من او يساوي اكبر من متر او يساوي المتر، سوري، اقل من متر او يساوي المتر، يبقى حوالي 10 سم سمك. تمام. هنقسم على 10 سمك الطوب. الموضوع دي الفتحة عرض الفتحة على 2 لا على 10. ده الأصح، الرقم ده غلط. ماشي. لو عرض الباب أقل من متر أو أكتر يبقى السمك حوالي 10 سنتي. تمام. لازم العتبة تخش جوه الحيطة مقاس 1.5 ارتفاع الكمر أو ارتفاع العتبة. يعني إيه؟ لو سمك العتبة احنا اتفقنا حوالي 10 سنتي مثلا، تمام، لازم تخش يمين وشمال كل واحدة مرة ونص ال10. يعني الاقي هنا داخلة 15 سنتي وهنا 15 سنتي. بناء عليه عرض الكاميرا او عرض العتبة كله على بعضه كام؟ لو انا قلت احنا بنتكلم على الحالة ال1 متر. بالراحة، سيبك منه، ده واحد بيخرف مالناش دعوة بيه. تمام. والعرض احنا بنتكلم على العرض، ما هو عرض الباب احنا اتفقنا عرضه متر، بناء عليه خدنا السكنس 10 سم. تمام. بناء عليه قلنا ان يمين وشمال هيبقى 15 سم و15 سم. اجمالي ده بقى 15 ومتر و15.
متر 30 سم. فاهم حاجة ولا تهت؟ قد ايه؟ جت منين؟ معايا؟ ماشي خلاص. لا ماشي خلاص انت يبقى دي 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 متر برافو. ودي 15 ودي 15. برافو. ماشي خلاص. يعني لو الارتفاع 20 سم هيخش جوه الحيطة 30 سم، مرة ونص السمك. لا ده أكبر بكتير. اوكي؟ بس أنا بدي المثال عشان نفتكر مع بعض. بس مش 10 سم ده 10 سم بالنسبة للمتر مقبولة. تمام؟ زودت العرض بتاع المتر ده مثلا، وصلنا لمتر ونص، هنتكلم عليه كمان ثواني دلوقتي. هي ديت مثلا يعني أنا لو أنا شايف دي 2 متر، دي مش أقل من 20 سم، يا إما 25 بعد بكرة. ماشي. بصيت عليه عشان كنت شاطرة كده يوم الخميس في المدرسة كده. بعد بكرة إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. لازم العتبة قلنا أهي. تمام؟ هو هنا يعني فكرة لو اتفضلي. دي 20 سم 2 متر. لو دي 20 سم ما هي دي أنهي؟ السمك ايوه 20 سم 20 ماشي. سم فدي هتبقى 30 ودي 30. دي هتبقى 30 ودي هتبقى 30. اه وده احنا قلنا مثلا تقريبا 2 متر، هيبقى 2 متر 60. ماشي. قشطة؟ تمام. هنا حتة صغنطوطة، فاكرين الارتفاع من الخرسانة في الغالب هيبقى 2 متر 30. جه منين؟ برافو. و10 سم ايه؟ تشطيب تقريبا. طبعا ده كلام تخاريف، انا بس مجرد تشغيل الدماغ. تمام كده؟ اتفقنا لازم تكون العتبة داخلة لجوه وداخلة لجوه وداخلة لجوه وداخلة لجوه. تمام؟ برافو عشان تتشال. عشان كده احنا قلنا من المرة اللي فاتت ان انا عندي حاجة اسمه الكتف بتاع الكتف بتاعي او المحاكية بتاعت الباب، دورها انها تشيل معايا الكاميرا اللي فوق او العتبة اللي فوق، مش ان انا اعمل لطش مع الحيطة اللي جنبي. تمام كده؟ امتى ما ركبش عتب؟ هو بيخرف من الجو ليه؟ عشان هم اصلا يعني مش عاليه، مش عاليه عن الشباك، حلو. فهي اللي شايله الحمل مفيش طول. تمام. احنا قلنا الكاميرا، برافو عليك. قلنا الكاميرا هي العتبة بديلة للكاميرا. يعني لو عندي الكاميرا نفسها تمام فخلاص مش يعني فرق 2 3 سم ما تستخدمها هي، مش لازم تعملها. ده بيبقى موجود. ده بيبقى موجود. وبالعكس بقى، انا لو مش عارف انتوا واخدين بالكم ولا لا ان دي كاميرا. تمام. العكس، انا لو عندي امكانيه في ان انا اتحكم في التصميم من الاول خالص الانشائي، هضغط على الانشائي ان هو ينزل لي كاميرا لغايه هنا. تمام. هيوفر عليا حاجات كتير جدا، مصنعيات وتركيب وتصنيع، وهنتكلم احنا بنصنع الكاميرا العتبه في الموقع. مش زي اصلا تكلفتها عاليه. ما تاني انا هصنع. حلو. لما انزل راقة خشب زياده مش فارقه معايا، ونفس الحديد هحط نفس الحديد وهحط نفس الخرسانه تحت في الموقع وهصبها بعد كده اركبها. طب وليه؟ طب ما تنزل لي جاهزه. يعني انت علشان صف طوب بعد كده تحط كاميرا تاني عتبه تاني ليه؟ فاهمني؟ لو عندي امكانيه ان انا اتحكم في التصميم سوري في التصميم الانشائي، فده انا اضغط عليه ان هو يعمل لي الحكايه دي، هيوفر معايا كتير قوي قوي قوي. تمام. حالتها قد ايه مثلا؟ يعني قد ايه؟ هوريك دلوقتي المسافه تمشي ازاي. انا دلوقتي هيبقى سقوط القمر حوالي 70 سم، وده بقى وارد جدا في الشغل بتاعنا. يجي منين 70؟ انا دلوقتي نعم. لا انا اللي هجاوب عشان مش طرفه ده اذا عرفت. انا دلوقتي الدور بتاعي تقريبا بقى 3 متر. تمام. فانا عندي 10 سم تشطيب تقريبا، طبعا كل المقاسات دي تقريبيه، وعندي
بعد كده المفروض 2 متر 20. تمام. فكده بقى 2 متر 30 من ارتفاع الدور. بقى كام من ده حوالي 70 سم. ده سقوط الكاميرا الخرسانية اللي هنا. تمام. ممكن اصلا تبقى 60 لو ده 2 متر 90. اللي هو ده 2 متر 90. الكاميرا نفسها 60 او من اول صبة الخرسانة اللي فوق يبقى حوالي 70 سم. تمام كده. فانت معاك الكلام ده لو اتعمل خرسانة مش هيضر حد، بالعكس هيفيدني جامد. حد عنده مشكلة؟ طيب لو الكاميرا مش واصل لمنسوب العتب هعمل ايه؟ لازم اركب عتب. اوكي. العتب الامراض دي ايه رايكم فيها؟ ليه؟ وهي تحت الكاميرا على طول. تحت الكاميرا وحطها ليه؟ هفترض دي حاططها ليه؟ لانه محتاج ال 10 سم دول. فقد يكون انه مضطر ليه. ولا داخله يمين ولا داخله شمال، ادي اول ومش مظبوطه. تركب حضرتك الباب ما هي دي اللي قصدها عليه، اللي هو مقربه لتحت او لتحت. تمام. كل ده يرفض دي. يعني هي اصلا مصنوعه غلط، يعني تصنيعها غلط. فانت جايب لي حاجه ترازيني في الموقع. طيب انا عشان اعمل عتبه مظبوطه اعمل ايه؟ حلو. يعني احنا متفقين ان احنا هنصب خرسانه. تمام. مش هجيب شويه حديد واي كلام واقوم حاطه. لو احنا بنشتري من عمو على اول الشارع هتلاقيه عنده كمر حلو او عتب حلو الامور كده، لونه ما بيدي بالزياده، معناه ان كميه الرمل اللي فيه زياده. ادي اول حاجه. تاني حاجه هو حاطط سيخ يا اما سيخين متاكلين ومصدين. تمام. ده كتر خير. احنا مش بنعمل كده. احنا بنعمل ايه؟ اول حاجه لازم ابقى عارف الكلام ده لما اكون شغال في فيلا ولسه بصبها من الاول، او شغال في عماره او كده والجزء بتاع الخرسانات شغال. باجي اعمل ايه؟ انا براجع كل مقاسات الابواب اللي عندي وبصمم العتبه بتاعتي، عارف ابعادها كويس قوي. تمام. وابدا اصنعها في الموقع. ليه بعمل كده او بعمل كده وعايز استفيد وبكسب ازاي؟ فكره الخرسانات يا جماعه بيبقى عربيه الخرسانه بتيجي 3 متر 4 متر 5 متر، مش بتنزل ده كله في الموقع، بتنزل لغايه اخر نص متر. اخر نص متر في العربيه الخرسانه ما تقدرش تنزله لك. تمام. خاصه لو انت بتشتغل ادوار عليا. ليه؟ النص متر ده عشان يتزق ويطلع لك فوق عايز كميه ميه زياده، ولو حطيت ميه زياده فده مخالف للمواصفات، فيبدا يقوم راميهم يا اما عندك في الارض يا اما يرميهم وهو ماشي في الشارع. فالنص متر ده اترمى. تمام. اتفضل. الحمد لله. بس ولما التاخير يا اختاه؟ مستنيه اشوف رمضان بكره ولا لا. شوف. ايوه. هتيجي النهارده ولا هتيجي بكره ولا الاثنين؟ حلو. طبعا صحراء جرداء بقى. هخش بقى اكمل الموضوع وانت بقى بالقطي في التسجيل. قشطه. طيب هرمي او هم بيقعدوا يدلقوا النص متر الزياده بتاعهم ده بيرموه في الارض يا اما ماشيين. ده عربيه الخرسانه. فانا عشان استفاد منه بستفاد ان الخرسانه دي تدلق عندي بحاجه مفيده ويبقى انا ما خسرتش حاجه. تمام كده. طبعا ملحوظه صغنططه، لو انا حبيت استفاد بقوم رامي كميه الخرسانه دي في ايه في الموقع. كمان معايا في حاجه اسمها مشايات. يعني ايه مشايات؟ لما بيبقى عندي فيلا ولا قصر ولا عماره وجنبي فراغ، الناس بتمشي على ما ماشي صلبه غير النجيله. ماشي الصلبه دي. الصلبه دي ممكن تبقى خشب ممكن تبقى حديد. سوري. استني بقى. انترلوك او رخام حوالين الفيلا. اوكي. ممشى فاحنا بنبقى محتاجين له خرسانات فممكن ادلقها.
طيب انا بقى اخش بقى في الموضوع بتاعي اللي يهمني دلوقتي، موضوع العتب. انا بصب خرسانه، تمام. بعمل ايه؟ اجيب اولا مشمع، سوري، الارض الاول اظبطها رمله وادكها عشان تديني مستوى مظبوط. بعد كده احط مشمع عشان يمنع الميه اللي في الخرسانه دي انها تتشرب من الرمله اللي تحتيه. بعد كده بجيب الالواح الخشب دي بقى الواح خشب من عمو بتاع المدني، مديني يا عم حبه الواح. فالطول ده كله هيصب خرسانه، تمام. اظبط المقاس بتاعي ازاي؟ بحط طوب يظبط لي المقاس بتاع كل عتبه، فكده يبقى انا ضمنت ان انا عندي العتب كله بالمقاسات اللي انا عايزها. ما الذي ابهجك؟ ها، بيضحك صح؟ تمام. في حاجه بجد ولا تمام كده؟ فاهم واصله؟ اوكي. ما عندناش حد مادة فنفتي براحتي، ماشي. ويجيب الحديد تسليح محترم، تمام. على الاقل 4 اسياخ، وال4 اسياخ دول بيتمسكوا بكانه ويتحطوا عندي في كل واحده، تمام كده. ما اجيبش اي سيخ مرمي ولا مصدي ولا معفن، لان قلنا الجزء ده بتاعي هيعتبر بديل للكاميرا الخرسانه. حلو كده. ميزه التصنيع، اقدر احط التسليح اللي انا عاوزه، اكون متاكد من جودته. بحط تحتيها مشمع زي ما قلنا عشان الارض ما تشربش الميه. بحط طوب يحدد الابعاد، ممكن احط تحتيها رمله تساوي الارض. في بقى نوع تاني او طريقه تانيه اسمها تصنيع العتب، اللي هو اصبه على ابوه. زي ما كان بيفكرنا بايه بقى بالظبط؟ حلو، زي الكاميرا الخرسانه، تمام كده. طيب لو فتحه الباب او الشباك 2 متر او اكتر لازم اصبها على ابوها، تمام. طيب تبقى متر في العادي، تمام. احنا دلوقتي في حاله خاصه ان احنا دلوقتي طالعين ل 2 متر او اكتر، وراجعي الفيديو هتعرفي الفرق. هي متر وفي زياده كمان يمين وشمال راكبين على الطوب، مره ونص تخانه العتب. حلو كده. طيب ليه بصبها على ابوها؟ خايف من التريح، خايف من الشكل ده، تمام. مش عايزها تريح. لكن لما تبقى 2 متر وزياده الموضوع بقى كبر كده، احنا دخلنا في كاميرا خرسانه دي عشان. نعم. كده مريح. انهي واحده؟ اللي انت كنت عملت عليه. لا يا بابا انا خايف، لا انا راسم. يعني هي مش مريحه. لا مظبوطه يا بابا اهي، بس انا خايف من التريح. تمام. حلو كده. لا مش هتريح عشان اكون مسلحها كويس، وبعدين هتعامل معاه بقى ان في مهندس انشاء معفن كده معايا، مهندس الماده اللي بتريق عليه هيجي بقى هو اللي يصبها، هو اللي هيعمل لها تسليحها كمان، تمام. اللي فاتت دي احنا كنا بنفتي في التسليح بتاعها، هنا دلوقتي لا، هيبدا حد يخش يصلح، تمام. هنا فكره الفرمه الخشب هيبدا يصب من هنا، تمام، او هيبدا يصب من هنا، نفس الفكره، تمام. ما هو بص يا بابا، هو راكبه ازاي بنعملها هي دي. قبل ما بيبني فوقيها هيعملها، وقبل ما يحط الجنب، لا، قبل ما يحط الجنب ده هو حط 3 بناء، الجنب اللي قدامه والجنب البطنيه، تمام. وهيسيب جنب مفتوح، يجي الحداد يحط حديده، بعد كده يقفل الجنب ده ويسيب الجنب اللي فوق مفتوح يصب من عليه. ايوه. ليه بعملها خايف من التريح؟ هنا بقى بدأ يستخدم، اللي فات ده كان فرمة خشب، هنا دي فرمة حديد، تمام. فرق بين السقالة الخشب او الفرمة الخشب وفرمة الحديد مجرد حديد بس يعني. ده فرق خامات، مش هيفرق معايا في اي حاجة تاني، تمام. نفس الفكرة هنا. انا بقى الكلام ده عايز يتمسح، مش مشكلتنا دلوقتي. طبعا انتوا شفتوني وانا هعمل ايه، بس يعني ايه رأيكم في دي؟ ايه رأيكم في العتبة دي؟ هي فين اصلا؟ صح؟
حد مبسوط بيها؟ تعرف الشكل بتاعك. هي ولا على اي حاجه، ده هنا حاطط حته رخامه وحته خشب، دي مع الوقت مش مع الوقت، هو يا دوبك هيلف ظهره هيلاقي دي اتكسرت وقعت في الارض. تمام؟ لا براجع الفيديو مش تيجي متاخر، بس البنت اتكسفت، يا لهوي يا لهوي، تراني ابكي. السمك بيبقى 10% من الفتحه. تمام كده؟ يعني عرض الفتحه على 10، يعني المتر على 10 يبقى 10 سم. تمام؟ ودي مش خرسانه ولا اي حاجه، دي مش عارفين بقى بواقي خشب عنده ولا بواقي رخام عنده، يعني دي مش من ضمن اللي يتحسبوا اصلا. لو وصل العرض تمام ل 3 متر او اكتر، احنا كده هنخش في قمر حديد، احنا كده رايحين في مستوى تاني، ستيل بقى، نظام ستيل والكلام ده. تمام؟ فاحنا كده اتكلمنا انه معاك من متر، من اقل من متر ومتر واكتر من متر لغايه ما توصل ل 2 متر، كده احنا عادي ممكن تتعامل. اكتر من كده خرسانه، اكتر من 3 متر حديد. حلو؟ ايه البديل الانشائي للعتب؟ حته بقى شويه رومانسيه كده. تمام؟ نعم. البديل الانشائي للعتب او الارشط، اللي هو الارشط. قبل اختراع الحديد او قبل اكتشاف الحديد وقبل ما الحديد يبقى رخيص ونقدر نستخدمه، احنا قلنا من شويه كده ان انا دلوقتي الحديد هدفه ان بيشيل لي الحمل الرأسي ده وينقله افقيا يمين وشمال، بس افقيا ان هو نفسه افقي فمفيش مشكله. زمان ما كانش عندي الحديد ده، فكان لازم يكون عندهم البديل او الطريقه البديله. تمام كده؟ ايه هو؟ الدوران. ناخد الفكره، الدوران يقدر يشيل لي الحمل ده. تمام؟ بحيث انا عندي حمل رأسي، الحمل الرأسي اللي احنا قلنا ايه هو اللي فوقيه؟ الطوب اللي فوق العتب. تمام كده؟ ده حمل الرأس عشان خاطر افتح الفتحه بتاعتي. فقالوا لا، في ممكن نعمل اختراع كده، الدورانات. الدورانات دي الغرض منها ايه؟ تنقل الحمل بتاعي يمين وشمال، فاقدر اعمل الفتحه اللي انا عايزها في النص، وبكده ترجع تاني رأسيا من هنا ومن هنا. هو صح، بس خلينا ثانيه قبل الحته دي. الشرط الاساسي بتاعي ان الدوران ده يركب كله مره واحده، وممنوع التعديل فيه لاي سبب من الاسباب. تمام؟ عشان اعدله لازم اثبت التثبيت الاولاني اللي هو الثبت بيه. ايه هو الثبت بيه؟ اول حاجه بعمل له فرمه. فرمه يعني الشكل بتاعي من الخشب او من الحديد، اركب عليه الطوب او ارص عليه الطوب كله مره واحده. عجبني مره واحده، اي تعديل اعدله زي ما انت عايز، خلصت شيل الفرمه بتاعتك مره واحده هتلاقي الدنيا دي ثبت. تمام؟ طيب بعد ما شلت الفرمه وفي طوبه ما عجبتكش وعايز تغيرها، تمام، مستحيل الا لو احط الفرمه تاني وابدا اغير تاني. انت لازم بتستلم ده كله مره واحده قبل ما تبدا تشيل الفرمه بتاعتك. اتفقنا على المبدا ده؟ بيسمى الارشات. طوب، رخام، حجر، ايا كان منه. تمام؟ ونبدا نشتغل بيه عادي زي ما احنا عايزين. المباني التاريخيه، ان كانت مساجد، ان كان متاحف، ان كان كنايس. المباني الجديده دلوقتي بدات اللي عايزه تدي طابع شويه قديم، كل ده معمول من غير سيخ حديد واحد. كل ده معمول من غير سيخ حديد واحد. برافو، حط فرمه خشب. لا، هو الخشب في مكانه زي ما بصب خرسانه. الخشب بيبقى موجود، احط الحديد واصب الخرسانه، بعد كده بشيل الخشب بتاعي. برافو برافو، هنتفرج عليه دلوقتي. نعم. ما انا ما عنديش المونه، ولو عندي المونه ما عنديش حديد احطه جواها. يس. الحديد مع الخرسانه، واحد بيشيل حاجه والتاني بيشيل التانيه. واحد يشيل الضغط، واحد يشيل حاجه اسمها الشد. تمام؟ ده
اتفضل. بالمونه. تمام، هيثبت في بعضه بمونه، بس الاساس انه الحمل هيفضل 2 معاه كده، ينزل يمين وينزل شمال، والعمود ده عمود طوب برضه. هل انا مش موضح حاجه؟ في حاجه تانيه؟ ايه؟ كلام في الدير نفس الكلام، كلام هنا. انا بوريكم حاجه قديمه وحاجه جديده، انه ماشي وشغال لغايه دلوقتي، بس اساسه ايام ما كانش عندنا خرسانه خالص. تمام. عايز اكمل حته صغنططه. انا قلت الفكره بتاعت الدوران، تمام، فين؟ في فتحه شباك. تمام. طيب انا عايز اعمل سقف الممشى، هو نفس الدوران ده بس مكمل لورا، عامل كده. او في قول اخر، خلينا نمسح دول عشان اتلخبطكم، او في قول اخر تسمى قبو، قبو، ابو، او جمعها قبوات. تمام. لو لفيت الدايره دي على نفسها، او نص دايره دي على نفسها، تعمل قبه، حاجه اسمها دوران 360 درجه حوالين نفسها، تدي القبه. القبه دي تعمل لي السقف بتاع القبه. كله نفس المبدا، مفيش سيخ، مفيش سيخ حديد في الموضوع. برافو. بنفس، ايوه، بنفس شكل القبه. بعمل فورمه كاني فاكرين زي ما كنا بنعمل تين صلصال زمان وبتاع. تمام. عندي اسطمبايه من الخشب هعمل عليها القبه دي، اعمل الاسطمبايه دي واثبتها، ابدا اركب عليها الطوب بتاعي، تمام 100% ونشف وكل حاجه، فك واجري هتلاقي الدنيا تمام. حد عنده مشكله؟ معموله في كنيسه، معمول في جامع، معمول في دير، معمول في مبنى جديد. ايه الفكره؟ الفرمه الخشب دي، تمام، ثابته، سميها سقاله خشب زي ما انت عايزه. تمام. سوري. تمام. وفي فوقيها انا مركب الطوب بتاعي. حد عنده مشكله؟ حد تايه؟ تمام. النظم دي مش شايف حاجه تانية غير مباني. يعني لو مثلا في حاجه اوريدي موجوده، لو مثلا نفس اللي هو جاهز، بس انا عايزه اعمل دي جواه. هنشوفها كمان ثواني. هنا تقريبا دي دار الافتاء بتاعتنا دي، المبنى الجديد بتاعها، وده برضو مبنى جديد، عشان بس لو حد قال ايه لا ده ما بقاش يتعمل والكلام ده، لا موجود. تمام. هنا ده عمارة. حلو. لا بس ما اعرفش قلعة محمد علي نفسه. اوكي. القلعة ما اسمهاش علي، مسجد محمد علي او قلعة صلاح الدين. دخلت لي الشارعين في بعض، هم بقلب بعض بس يعني قولي الكلام فاهم. لا 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 العفو، لا، يا لو اقطع شرايين. تمام. هنا دي مباني القرنة، لو سمعتوا عنها، النوبة، بس قرية جديدة عملها شيخ المعماريين حسن فتحي. تمام. دي كلها برضو طوب. هنا كنيسة، نفس الفكرة في القبة. تمام. دي الطريقة الإنشائية بتاعتها أو طريقة رص الطوب بتاعها. هنا ممكن كنا نستخدم رخام. ايوه، ما هو بص الفكره بتبقى مبنيه على ايه؟ الفورمه الخشب نفسها هي دي اللي هتديه شكل الطوب اللي فوق. هي نفسها بقى تتحمل ازاي على تحت؟ بحطها بقى القوايم الخشب دي. تمام. زي اللي بيعملوا بتوع الخرسانه بالظبط. تمام. بعد ما بخلص الطوب كله 100% واظبطه ومقتنعه ومستلمه طوبه طوبه، تمام، ونشف، يبدا يفك الفورمه الخشب دي، هتفضل ماسكه نفسها، بس مستحيل تعدلي اي طوبه بعد الموضوع ده. تمام. يبقى هو هنفكها بقى بعد ما الطوب اللي فوق ينشف، هفكها، هفك الخشب وافك الفورمه. انت دخلت المسجد ده مثلا لقيت خشب في وشك. تمام.
ما هو ايوه، ما هو خلاص بقى اتشطب. تمام. وهي جواها ما دخلتش جواها ليه رصه معينه هي شكلها هي. مش محتاجك تتعب نفسك فيها قوي، بس تبقى مركز ان هي ليها رصه كده، زي ما برضو في حته طوتناها فكره الرباط الانجليزي والرباط الفلامنكي، مش يعني تفاصيل زياده عن اللزوم. يعني احنا واصلين للمرحله دي، وفي ناس اتفقت وما جاتش النهارده. توصل لمرحله ادق هتبقى تمام. في ناس جديده حب يعمل الشباك بتاعه بالمنظر ده، هل ده سؤالك؟ لا انا قصدي ان هو من اصل ربنا وانا عايزه اعدل عليه. لا نروح في حته ثانيه بقى، سيبك مش هنبني بقى وقتها. لما يكون عندك جبسون بورد بقى، عندك سيمنت بورد، عندك خشب، ونعمل بقى اي تشكيل بقى. لا خلاص بقى، ده احنا ناقصين احمال على المبنى. المبنى مش شايل الارض. ده مسجد، تمام. عندك المسجد اهو، هنا بقى حط بدل فورمه الخشب وبتاع، حط هنا طوب بناه، بس لغايه ما يخلص دي براحته. بعد ما يخلص دي هيرمي ده ويكسره، ده ملوش اي لازمه. تمام، مجرد تسنيده مسنده معاه راس. تمام. نعم. لا، مقاسات دي هتبقى معاكي ومع التصميم بقى. ده اسمه كيرف اندلسي، وده لا انت هتيجي. لا، الاسطمبة على اساس اللي انت هتقوليه بالظبط. بمعنى حضرتك احنا دلوقتي في تشطيبات، بالراحه بس عشان اوضح الجمله. انا دلوقتي في تشطيبات، التشطيبات ده معناه ان انا عندي واحد عامل تصميم وانا بنفذه. تمام، فانا الكيرف ده متحدد على المقاس اللي موجود عندي في اللوحه، مش مقاسات بيفرضها عليا الصنايعي. اوكي. لكن ليها مقاسات معينه طبقا لايه بقى. انا دلوقتي في مسجد، فانا عايز ده مثلا قرش اسمه اندلسي، ده عربي، ده عثماني، ده مملوكي. دي حاجات ليها علاقه بنوع التصميم، مش ليها علاقه بنوع التنفيذ. تمام. يعني زي مثلا المأذنه دي اندلسي، لا دي مأذنه عثمانيه، لا دي مأذنه مملوكيه. انتوا رحتوا جوامع؟ رحتوا؟ ده سؤال. انت وقفت في مرحله، انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ ان المأذنه نفسها مش نفس الشكل بتاع نفس شكل المسجد. المسجد مش كله اسطمبه واحده. حد راح شارع المعز؟ تمام، شفتوا مأذنه الاخت الثانيه؟ كل حاجه ليها تصميم وستايل لوحده. تمام، نفس الفكره في الارش. الارش عندي، الارش ده ليه تصميم واسس. ده بقى بتاع عمو بتاع التصميمات والديكورات، نرميه بقى خلينا معانا بالتشطيبات. ما عنديش حاجه تحكمني غير الرسمه اللي حضرتك بعتها لي. حد عنده مشكله؟ مش اللي بعده. فيلا او قصر او كنيسه عايز الارش بالشكل ده. تمام. طبعا الفورم ده، الخشب ده مش الفورم اللي اتصب عليه، ده الفورم اللي هيتحط عليه الباب والشباك بعد كده، او ازاز معشق، دي قصه تانية. تمام. واحد بقى جه حب يعمل ايه، يستنصح، عمل قرش، بس بدل ما يجيبوا طوب اما هيصبوا خرسانه. خد حته من دي على حته من دي. لا، هو دي مش حمل على الطوب ولا حمل على الحيطه. الخرسانه بتشيل نفسها وهتنقل حملها على العمود، مالناش دعوه. حد تاني؟ حد عنده مشكله؟ الحته اللي سالتي عليها، لو انا عندي دورانات في المبنى وعايز احط ده ازاز، بجيب الكاميرا من اول العمود اليمادي لغايه العمود اليمه الثانيه. كاميرا بعرض الحيطه كلها من العمود للعمود، من الاخر هي كاميرا مش حاطه. اوكي. مع خرسانه. ما هي مش هي في السقف. ما انا عندي دلوقتي الارتفاع بتاعها هنا والسقف فوق، فهو قام صبها من يمين للشمال. لا، محمله على العمود. مفيش خرسانه بتتحمل على الطوب. الحديد اللي جوه بينقل الحمل لغايه العمود، لا بيحمل تحتيه ولا بيحمل فوقيه. هو شايل اللي فوقيه بيرميه للعمود. الفكره دي غير نظام الطوب. الطوب بينقل من نفسه لنفسه في اتجاه رأسي،
انا الخرسانه عشان فيها حديد بتنقل في الاتجاه الافقي ترمي على العمودين. اه ما متصممه تصميم هندسي نفس فكره هي اخت الكاميرا اللي فوقيها، ما غيرتناش في حاجه. الكاميرا اللي فوقيها هتشيل الحيطه اللي فوقيها وهتشيل جزء من السقف وتنقل ده كله احمال للعمود يمين وشمال. تمام. توفتي خالتي على البركه. قلنا من شويه ان انا نفس فكره القبه الكيرف او الارش هو نفس فكرته. لو لميته لورا اسمه ابو، او لو لفيت حوالين نفسه اسمه قبه. تمام. هي نفسها هي بديل انشائي للاسقف الخرسانيه لو انا ما عنديش ان انا اعمل اسقف خرسانيه. تمام. نفس الفكره اهي، نفس الفكره اهي. القبه دي كلها طوب، القبه دي كلها طوب، القبه دي كلها طوب. تمام. انتوا فهمتوا يعني ايه قبو؟ اللي هو نفس القرش بس عميق ليه عمق يعني يعتبر على ايه؟ بيغطي ايه؟ بيغطي يعني انا همشي تحتيه ده في ايه؟ ايه اللي تحتيه ده؟ مرة. ممر. تمام كده؟ بتاكد انك فاهمني. ايوه طيب التعديلات، لو انا عندي بقى تعديل في الشغلانه اللي انا جايبها، في كل اللي فات ده انا ماسك عماره من اولها لاخرها مش عارف ايه، لا انا رايح علشان خاطر الجمله بقى اللي كان صاحبنا بيقولها، هو محتاج يروح هيقفل بس حته باب ويفتح باب. ده كل دوره في الحياه. اتفضل. هو انا ليه مسافه معينه ولا ممكن ازرع عمود في النص؟ يعني مثلا لو انا هزرع اللي هو الكيرف بتاع المبنى كله خليته مثلا مين مش موجود؟ لا المد طالما انت براحتنا. لا هو ده دوره، ده اللي يقدر يقول المسافه دي محتاجه قد ايه، لانه في الغاء. اتفضل. نفسك ايه؟ قول. اخلص. نفسي اوديك شقه في الناس الوظيفيه بتاعتنا، شوف كميه التعديلات اللي فيها، هتسيب وتلعن على اللي عدل. بابا انا من شبرا خيمه، يبقى انا من شبرا خيمه، مش مولود في كوالالمبور. هي تعديلات غير البنى، هي تعديل بعد ما اتبنت، بس تعديلات بعد ما حضرت معاك انا اللي نفسي اخدكم زياره للبيت اللي انا عايش فيه دلوقتي واوريك بقى التعديلات اللي فيه اللي على حق. تمام. احنا مش قلنا المباني احنا عندنا حاجه اسمها حوائط حمله ونطلع الحيطه من تحت لفوق كلها صح كده؟ انا ما عنديش حيطه فوق حيطه وهو حوائط حمله. ايه؟ لا عشان زايد مالناش دعوه. اوكي ما بابا اللي عامله برضه نفس القصه، لا انضف، لكن اللي انا فيه دلوقتي للاسف نفس اللي انا بحكيه ده، فمحدش يجي يعني. لا انا عندي مبنى البيت اللي انا عايش فيه ده يتحط فيه رساله دكتوراه، اخطاء لا يمكن ان ترتكب مره اخرى بجد صدق. فخلينا نقول انه احنا بنتعلم الصح. مفيش مهندس هيجيب حضرتك طول ما انت يعني محدش هيجيب مهندس الا لما يكون عايز يشتغل صح. تمام. حضرتك لازم تبقى عارف الصح المطلق، عارف الجوده ودرجات الجوده اللي هنتكلم عليها كمان ثواني في المحاره، عشان خاطر لما الجوده البسيطه انت مش هتبقى موجود، جوده معينه تمام، جوده اعلى تبقى انت عارفها، ولا تيجي في الاخر تقول منه لله ما شرحش حاجه. تمام. او علمنا نطلع زي مقاولين بلدي، انت مش طالع مقاول بلدي ان شاء الله يعني. تمام. تاني بقى مرات خالك اللي جابتك عشان تشتغل في شقتها، كل بقى بند المباني اللي عندها تعدل لها حته باب صغير كده تقفله لها، تقفله من هنا وتفتح من هنا. خلينا بقى نقفل ازاي. عشان اقفل لازم احترم الحيطه القديمه. تمام. يعني هتقفل الباب سبحان الله هتحترم الحيطه الموجوده قبل كده. دي معلومه. لو جنبي عمود لازم اربط معاه بكانه. لو انا مثلا الباب ده جنب اليمه دي عمود واليمه الثانيه طوب، تمام، هربط على الشمال ده او مع العمود بكانه. ايه الكانه؟ برافو. دي او دي، انت فاكره صح؟ مركزه؟ ماشي الله ينور. ثالث حاجه الطرف اللي فيه طوب لازم افتح فيه طرف الرباط. ايه الطرف الرباط؟ ثانيه خالتي. يعني ايه درجه؟ ابسطها لك. ايوه بسطها لي. قلت اصبر يا خالتي.
انا مش عايز اقول طيب. قال لك استنى. حلو. طيب ما انا عندي الحيطه دي مقفوله، عامل ايه بقى؟ فانا اللي دلوقتي هو عامل لي كده، برافو، هكسر. شفتيش هي بتعمل ايه؟ هكسر طرف الرباط بحيث ان انا ابني مع اللي جنبي، تمام كده؟ لو واضحه هنا هو فتح هنا هتشيل مع الحيطه مع الخرسانه. او تعمل حيط. طب ثانيه واحده، اتفضل قولي تاني. يعني ما ينفعش الكبير بس تشيل كلها من غير ما اعمل طرف البطن. لا ما انا رابط هنا بطرف الرباط والعمود بكانه، دي حاجه ودي حاجه، لازم اربط بين الاثنين عشان الاثنين يشيلوني، عشان خاطر المحاره لما تيجي ما يحصلش تريحه للمباني، فلاقي خط في النص كده انا مش عارف ايه سببه، شرخ في النص مش عارف ايه سببه. في سؤال، التكسير بيأثر على الحيطه في الوضع العادي، تمام؟ انا دلوقتي عايز هربط بايه؟ هربط مع الحيطه ازاي؟ تمام؟ انا كده كده بعمل تعديل، وارد ان الاقي الشروخ هتظهر معايا وانا شغال فابدا اعالجها. ده باين ان احنا بنذاكر قوي. هو انت فين التاسك بتاعك؟ ايوه فين التاسك؟ فين التاسك؟ يعني ايه؟ كابوس كده انتوا الثلاثه يا فرحتي، بس عاملها غلط مش مشكله بس عامله نص صح. ايوه والله ولا ربع برافو. انا عايز التاسك، انا عايز التاسك المره الجايه، لو ما جاش المره الجايه انت قصدك ان احنا نربط الناحيتين بكلام؟ لا النص التاني. كنت مفكر اسالك كده. طيب بص بقى ايه هو بقى طرف الرباط. الحيطه المفروض عندي بالمنظر ده، تمام؟ انا مش هيحصل كده، انا هفتح فيها يعني هكسر واحده واسيب واحده، واحده واسيب واحده، الجزء ده بقى فراغ اركب فيه الطوبه بتاعتي الجديده. حلو ماشي. والله بنى الحيطه بقى موجود اصلا، ما انت بتزليش. طيب بنى الحيطه ابني ازاي؟ في عندنا نوعين من انواع الرباط او 3 انواع، مش فارقه معايا قوي نوع الرباط في البنى بتاع الحيطه بقى. خلاص هنطلع بقى بالحيطه، كل اللي فات احنا بقى بنمهد لبنى الحيطه، متخيلين؟ طيب هبني بقى الحيطه ازاي؟ في رباط انجليزي ورباط فلامنك ورباط مش بلدي، مش عايز اي واحد من دول طز فيهم. الفارق معايا ان الاقي العرنوس فوقيه طوبه وتحتيه طوبه، اللي هو ايه؟ الاقي المنظر ده كده العرموس بتاعي تحتيه طوبه وفوقيه طوبه، معناه ان العرموس مش ماشي راسي من الاول للاخر ورا بعض، تمام؟ طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا نعم ان في ترحيل ما بين الطوبه والطوبه، هو ده كل اللي فارق معايا. غير كده النظام اللي هيمشي بيه السراير ما عنديش مشكله فيه، تمام؟ لازم امشي مع الحيطه القديمه، لا ده الجزء بتاع التركيب. المهم اخر حاجه بقى بعد ما يطلع بالحيطه كلها يتبقى عندنا مرحله مهمه قوي اسمها شحط المباني. يعني المباني مقصود بيها الحوائط. شحط المباني يعني ايه او شحط الحوائط يعني ايه؟ عشان بس الترجمه الانجليزي ان انا الحيطه، تمام، بيحصل لها حاجه اسمها تريح، بمعنى ان المونه بتاعتها هتنشف، يعني الميه هتتبخر او تتشال منها او التفاعل الكيميائي هيخلص، فالمباني دي هتنزل وانا مش عارف هتنزل قد ايه. بعد ما اخلص انا بنى الحيطه انا عايز اعرف هي هتخلص لغايه فين، ما تنزلش بعد اللي احنا هنقوله. اعمل ايه؟ اجيب خشبه او بنسميها اسفين واقوم حاططها من فوق. الخشبه دي بتبقى مثلثه شكلها بالمنظر ده، ادخلها فوق اخر طوبه وابدا اضرب عليها تنزل لي الطوب ده لاقصى كميه او اقصى مقاس. بتدخل
بالزاويه هنشوفها كمان سوا بس نفهم الفكره. نعم. ما انا دلوقتي اللي هسيب حته اكبر ولا حته اقل؟ انا مش عارف السقف اللي فوق شكله ايه ولا بتاع، انا بضغط على السفين ده وانزل، اضغط الطوب لغايه تحت لغايه ما ياخد اكبر نسبه للضغط لتحت. يس. لا قبل ما ينشف، ويقوم شاحط الاسفينه بالمنظر ده كده، تمام، 1 2 3 بحيث تضغط الطوب ينزل كله لتحت. ليه؟ عشان خاطر ما يحصلش حاجه اسمها هبوط مباني. هبوط المباني يعني او تريحه مباني، ان الطوب ده ينزل مع نفسه. انا مش عايزه ينزل بمزاجه، انا عايزه ينزل غصب عنه لاخر ملي هيشتغل عليه عشان انا الحق اخش على البنود اللي وراه. ايوه بخبط على الاسفين من هنا، هيبقى فيه سبيس صح كده، تمام. ده متوقع عشان خاطر بعد كده املاه بالمحار، تمام. اسفين في كل مثلا كل 10 سم 20 سم كل 30 سم حط واحد، كل 50 سم حط اسفين. ممكن يكمل تريح بعد ما اخلص محاره، يفضل ينزل لغايه ما اخلص انا المحاره، فلما اخلص انا المحاره الاقي عندي شروخ وتنميلات في الحيط. قد ايه بقى؟ سنه مثلا. فالانجاز والصح ان احنا نعمل كده، اسمها حاجه اسمها شحط. يعني ايه؟ ضغطت المباني الاسفل المونه الطريه عن طريق خشبه الصغيره دي. الخشبه دي هتتشال قبل المحاره، مش هتفضل موجوده، مش هتلزق، هنفكها بعد شويه، بس اضمن المباني مش هتريح على قدر الامكان، تمام. اسم الخشبه طفشايه، اسفين، خابور، ايا كان الاسم مش ده اللي فارق معايا. استلم يعني بسلح بيها حته خشبه مثلثه كده، هتدخلي السن من جوه. هتدخلي السن جوه وتضربي على التخين، تضربي لغايه ما تخش جوه. هي مثلثة خليها بوز. بوز هنا تخين. مش عارف اقول لك ازاي. افهم حاجه، بس الجزء اللي هو التخين هو اللي بيدخل بس؟ لا الرفيع هو اللي يخش، والتخين ده بضرب عليه لغايه ما تاخد اكبر مسافه. هو بقى ما مش لازم تبقى بنفس الشكل 100%، بمعنى مش لازم نجيبها واحده بقى متصنعه جاهزه. هو اي حته عنده رفيعه من يمه وتخينه من يمه وضرب من الحته التخينه، بس احنا بناخد الفكره. لو تايهه هدور لك باي طريقه ثانيه. طيب استلم ايه في الحيطه؟ اول حاجه هستلم السلم مباني رأسيتها. رأسيا بايه؟ ميزان الخيط او التقل او ميزان الزومبا او ميزان البنا، سميها زي ما تسميه، تمام. اتاكد من رأسيه. اهم حاجه عندي اخر 3 مداميك. ليه؟ تاريخ انا ركبت اسفين، دي اخر 3 مداميك. برافو. شايفين الراجل عشان يشتغل هيبقى شكله ازاي؟ هو هيبقى عامل ده على اخر طاقته، ويا ريت مش هيعملهم ويلزقهم كده بكفاف. حلو. فانا هروح استلمهم من وراه عشان اتاكد ان هو ما بوظش الدنيا، وانا واثق ان هم مايلين. بعد كده استلم بدراع القد. ايه دراع القد؟ احنا ما قلناش خشب. القد دي نوعها ايه؟ مش خشبه صح؟ وداني اللي بايظه المونيا برنس صح؟ انت نمتي مني خلاص. لا مع التكييف خلاص، ورمضان مش بكره من الفرحه مش. يا طيب حاطط دراع عشان يستلم بيه ايه بقى؟ الرأسيه صح؟ برافو عليك. غلط برضه، انت قلت زيه. اللي هو استقامه الحيطه، مش ميل، مش ما فيهاش ميل، فيها طوبه داخله لجوه او طوبه خارجه لبره. الايه؟ الاستقامه، مش الرأسيه، تمام، ولا افقيه. انا هنا ما عنديش ولا رأس ولا افق، انا هنا كله خط واحد ولا لا؟ قشطه. هنا فاكرين المنظر ده انا حكيته المره اللي فاتت، اللي هو برافو.
الإيد ده الإيد ده علشان لو الميزان نفس الحتة يبقى ايوه انا عايز سؤال. اصبر يا ولد اصبر يا ولد، ما انت فاهمه مش عارفه دول هتبقى مشكله. ها مستقيمه ده الإيد، والميزان هي مستقيمه ميزان. نشكر الله. نفس اللي كانت هتقوله عرفت. السؤال كان المره اللي فاتت ازاي اقيس اوزن الحيطه كلها. وانا معايا ميزان صغير. برافو. سلام 11 والله. تحديات بقى في اعمال المباني. شفتوا احنا ما احنا خلاص اهو، خلاص احنا رغينا كتير قبل ما نبدا. احنا بدأناه في 5 دقايق على فكره، احنا خلصناه في 5 دقايق. البند المباني نفسه تنفيذه بنيناه في 5 دقايق واستلمناه في دقيقتين لو انتوا واخدين بالكم. فاضل بقى التحديات اخر حاجه وهنبدا نجري. قشطه. ايوه تحديات في اعمال المباني. يعني ايه تحديات في اعمال المباني؟ لان انا في الغالب مش هلاقي المكان 100%. الترجمه الفوريه يبقى واحد. طيب اهم حاجه عندي او اول حاجه بلاقيها حاجه اسمها بروز القمر. يعني ايه بروز القمر؟ يعني ايش كده؟ كاميرا عندي مقاسها مختلف عن مقاس الطوب اللي عندي، تمام؟ وده ناتج عنه فكره انه في الغالب خرسانه ضربت منه. ماشي؟ اعمل ايه في الكاميرا دي؟ ممكن برضه مش تمشي. حلو. اعمل ايه لو انا عندي منور او عندي سلم؟ حاول تحط البروز ده في قلب المنور او في السلم او في الغالب في المنور. ليه؟ هخلي البروز بتاع الكاميرا جوه المنور، ما يخشش جوه الشقه. ليه؟ مش باين. تمام. في الوجه حاول تجيب له مبرر في الوجه، مبرر تصميمي. هنعمل بقى نمشي حاجه GRC ولا حاجه ونحاول نداري. تمام. بس بحيث ان ما يبقاش فيه ركب جوه الاوض على قد الامكان. تمام. تعالوا بقى نسال السؤال. عندنا كاميرا وعمودين، اللي هو هاشتاج بديهيات. الكاميرا بتشال على عمودين. ماشي. انا هبص على اليفيجن او واجهه، يعني انا ببص على المنظر ده من بعيد مش قاطع فيه. تمام. المنظر عباره عن ايه؟ في كاميرا خرسانه كده وفي عمودين خرسانه كده. طبعا الارضيه بتاعتي العاديه اللي هبني عليها، واللي هيتريق على خطي ورسمي انا مش مسمى. تمام. انا قلت اللي هيتريق مش مسمى. طيب الفكره اللي عندي ايه؟ المفروض هبني حيطه هنا. تمام. الحيطه دي المفروض الصح تتبني كلها فلاش مع بعضها، لان الحاجه دي كلها المفروض تبقى واجهه واحده. حلو كده؟ فاهمه بقول ايه؟ فلاش يعني كلها خط واحد. فانا لو بنيت هنا المفروض كل ده الاقي خط واحد. لما احط المحاره بتاعتي الاقيها كلها حاجه واحده، فتبقى بسميها سكرينه او شاشه. يعني كل ده بقى حاجه مظبوطه زي دي. تمام كده؟ طيب اللي انا لقيت الكاميرا بارزه عن الاعمده. فمن شويه احنا كنا بنتكلم في المحاضره اللي فاتت فكره المفروض، تمام، ان كله يبقى متساوي، والمفروض الطوب بتاعي يحترم الكاميرا ويحترم العمودين. هنا بحترم مين؟ بحترم نفسي قصدي. احترم الكاميرا ولا احترم العمودين؟ ليه؟ انا ليه؟ عشان الطوب ما يبقاش خارج بره المساحه بتاعت الخرسانه. سيبك من المساحه خرسانه، مش دي اللي فارقه معايا تحت. ممكن نبصه كده مثلا الكاميرا من بره هنا ولا
احنا احنا فين دلوقتي؟ الكاميرا بس خارجة بره. الكاميرا بارزه عن الخرسانه بتاعت العمودين. لا انا دلوقتي على وجهها وعايز الكاميرا معايا. هحترم العمودين وهعمل الكاميرا ديت ديكور. ما عنديش امكانيه لده. حته طب ما دلوقتي العمودين هيبقوا غاطسين، اعمل فيهم ايه؟ هيبقى في فرق يعني ما بين اللي اختصوا ماتوا. معلش حته قلشايه كان لازم اقولها، ما اعرفش ليه. الحيطه والعمود. ايوه ف... لا هو صح، هنحترم الكاميرا ليه؟ من حته ايوه ماشي، بس السبب ليه؟ ما كنت لسه هقول البنت دي بتذاكر من ورانا زي المره اللي فاتت، لقيتك سرحت مني. اخص عليا يا لهوي. طيب انا هحترم الكاميرا ليه؟ من مبدا اللي انا عندي دلوقتي المحاره كلها تبقى ماشيه مره واحده فبتخانه واحده. ايوه، فانا لو انا عندي الكاميرا بتاعتي، لو انا مشيت على العمودين فده معناه ان المساحه دي كلها اللي هشاور عليها بايدي دي كلها تتعالج في المحاره عشان ابدا ابرز، عشان خاطر ابدا اعمل المحاره بتاعتي. المحاره اخرها معايا من سنتي ل 2 ل 3 سم. نعم برافو. فهيبقى عندي مين اللي داخل؟ مين ماشي؟ مين بقى اللي داخل؟ العمودين. فانت قلتي سيبيهم غاطسين. لا، هو انا هعالج الاعمده بس مساحه العلاج بتاعه العمود تمام هنا في الحاله اللي انا احترمت فيها الكاميرا هي حته صغيره مقارنه بان انا لو عالجت المساحه دي كلها. ومش هقول تاني هو هطلع ازعل. مفهومه؟ خدت بالك؟ فين؟ حلو، في الحته بتاعت العمود اللي هي تخانتها 30 سم، غير لما اربي الحيطه كلها. تمام؟ اللي بعده في حالتين نركز فيهم قوي عشان الفرق بينهم كبير رغم ان هم شبه بعض. انا رحت الموقع تمام، واللوحه اللي معايا بتقول ان السقف بتاعي اخره في الحته الفلانيه دي تمام، وبعدين انا رحت لقيت في الواقع لقيت في زياده 10 او 20 سم باللون البرتقاني اللي انت مش شايفاه من النضاره ده. اوكي، الحته دي تمام كده لقيت في بروز حصل في السقف بتاعي. تمام، المفروض هنا يحصل، انا بس عايز اوضح حاجه صغنططه انشائيه او مدني، وطالما ما فيش عندنا حد مدني فانا بفتي براحتي. المفروض ان انا عندي حديد جوه تقريبا بيسيب من الكفر بتاعه 2 سم تمام او 2 سم ونص سايب من بره، وبلاقي هنا الحديد. طيب المنظر اللي انا شايفه ده ممكن يكون نتيجه حاجتين. الحاله الاولى ان انا وهو شغال كان هنا حاطط جنب خشب، احنا بنشوف صبة الخرسانه بلاقي جنب خشب تمام، جنب الخشب ده ضرب منه لسبب لا يعلمه الا الله. تمام، بناء عليه ان الجزء ده كله عباره عن خرسانه زياده. تمام، في الحاله دي اللي اقدر اعمل ايه؟ اقدر اكسر الخرسانه دي براحتي. ليه؟ هرفع لا مش عشان عندي زياده 2 سم ونص، عشان عندي كل ده خرسانه زياده مالهاش اي لازمه، ما فيهاش حديد. الخرسانه دي ما فيهاش حديد، ده مجرد خرسانه زياده نتيجه ضربه الخرسانه. هعرفها منين؟ هرفع سماعه التليفون على المهندس او المقاول اللي كان شغال، ضرب منك الجنب يا عمو، او والله ضرب مني لسبب ما، فخلاص هنقوم مكسرين الخرسانه زياده وارجع للمقاس الطبيعي بتاعي واشتغل بتاعي مباني الطوب براحتي. طيب لا ما فيهاش، مش عايز اكسر، ما انا كده هبوظ الواجهه.
دي حاجه زياده، دي كتير هتبقى مشاكل منه ومنك، هتقعدي تعالجي. بلاش تطلعي زي واحده صاحبتي في المعادي، ما سالتنيش مالها بتاعت المعادي. ما انا لازم استظرف، انا لو ما استظرفتش هتشل. لا ليه بتقول كل حاجه ماليش دعوه بالمشاكل ما بحلهاش. ايوه ما انا بقول لك لو عندك مشاكل ما حلهاش، كل واحد يحل مشاكله مع نفسه. صح؟ فده المبادئ اللي عندكم؟ طيب قولي بقى براحتك. اتفضل. هينفع ابني، بس ده هيبقى المنظر عندك من فوق، بعد كده يطلع فوق ما يلاقيش الخرسانه فوق تاني. خرسانه فوق معموله صح، خرسانه تحتيها كمان في الدور اللي تحتيها مظبوطه صح، دي الوحيده اللي غلط. هتلاقي المباني عندك طالعه بقى كده. لا هي انا بتكلم ما هو هنا عمل اللي انا قلته كده، هيبدا يضرب يكسر دي. تمام يا خالد؟ كده مش هيتاثر معاك، كده مش هيأثر معاك. نجيب بقى صاروخ ولا منشار ولا مش عارف ايه واكسر الحته دي وخلص، او يجي نجيبه من قفال المقاول ده او المهندس ده ويبدا هو اللي يكسر. مشكلتي في ايه بقى؟ انه يعني دي حلها عندي. لا مش لو اللي داخل لجوه، الخطوره في حته ثانيه في الخرسانه البارزه. احنا شفنا المنظر اللي فات صح كده؟ ايه راحت فين؟ لو هو جه وقع الحديد بتاعه لحد بره، هنا بقى حضرتك تعملي اللي انت كنت عايزه تعمليه، تبني بقى من بره وتتعاملي بقى معاها وايجاد سبب ديكوري، وهتبداي نعدل الموضوع. لانه الفكره انا دلوقتي بره في عندي الحديد واصل لي لبره، او هبني لجوه عشان احترم فوق زي ما انت كنت بتتكلمي من شويه. تمام، ويبقى عندي بقى الجزئيه دي يوجد لها اي مبرر بقى معماري ديكوري اي نسوي، مش هينفع تتلبس دي حديد. ازاي حط الحديد بتاعه بعد ما خلص؟ وقع غلط بعد ما خلص ايه؟ حط الحديد في اول الصفقه. حلو، هو حط الفورمه الخشب بتاعته كده، يعني دي الالوان اللي انتوا مش شايفينها، الفورمه الخشب بتاعته كده. مين بقى اللي حطها له؟ ممكن في المشاريع الكبيره مهندس مساحه حطها له غلط. تمام، الفرق ده ساعتك هتعمل فيه ايه؟ لا انا يمكن اكسره، لا ده حديد. لازم يتكسر، وظبط نفسك بقى والشكل بتاعك يطلع محترم. حد عنده مشكله في ده؟ طيب حاجه بقى ملهاش حل، كاميرا زي ورقه البفره دي اللي انا مش فاهم ايه لازمتها في الحياه. الكاميرا دي تمام ورفيعه وموجوده مش في مكان غير مكانها. حد شايف حاجه؟ دي بس كومبليكيشن الثانية يعني ممكن شوية شوية لو ده حاجات تحديات بنقابلها. طبعا دي تحدي انا عارف كلنا قتلناها بحثا، لا ملهاش اي حل. لا صرف لا. حاضر. كاميرا جايه في نص الفراغ، ده المهندس المدني ما تعبش نفسه يفكر بنظام انشائي مختلف، فاحنا بنشتمه وهو مش موجود. ايوه تمام، فهيبقى قدامنا فكره ان انا اعالجه بقى جبسون بورد او سقف سائط، لكن ملهاش حل مباني ولا ليها حل تشكيل. تمام. طبعا تاريخ المباني اتكلمنا عليه. ايه رايكم في المنظر ده؟ سوري. حد فاهم ايه ده؟ المشكله فين؟ مش تريحات، هي في فرق في الميول بين ايه وايه؟
مين بقى اللي خارج ومين اللي داخل؟ على الشمال خارجه لبره. دي خارجه لبره. دي خارجه لبره. وليه مش العمود هو اللي رامي لورا؟ حاسه منين بقى؟ انا عاجبني حاسه دي. حاسه منين؟ ايه رايك؟ برافو. انا مش عارف ليه ليه تعبانين قولوا مش عارف. واحد من الاثنين مش مايل لكن مش قاعد مؤدب. حول الله يا رب. هم اخترعوا الموازين ليه؟ لا ما تمشوش بالبركه. لا يا بابا سنس. ايوه السنس ده نعمله في الديكور لما نيجي في التنفيذ ما بنعملش بالسنس. عندنا مقاسات وعندنا ادوات. لكن بقى السؤال لو المشكله في العمود ايه الحل؟ لو المشكله في الطوب ايه الحل؟ لا قولي. لا دي افتي براحتك. في الطوب حمله محاره. ده صح؟ اتفضلي. مش مشكله. هو مفيش حاجه موجوده في الدنيا هي تعدل الحيطه. تعدل الميل. انا من رايي ولا انا اللي بستظرف هنا محدش يستظرف غيري. هي دي بالظبط حاجه تعدل الميل. ده مثلا ايديك الطاهره بس اللي هتعدل الميل. وده مش تريقه ده بجد. لا انا بتكلم بجد. ايديك الطاهره دماغك هي اللي هتعدل الميل. دماغك اللي هي هتحل باللي انا بقى هنشرحه في كل البنود اللي جايه. تمام لكن مش بنفسها مش هتدوس كنترول زد. لا مش بنفسها هي اكيد فيها حلو. انا بقى عايز اعدل الميله هنا بقى اعمل ايه؟ هي قالت ان لو الطوب هنعالج خلاص هنعالج محار. لا ليه؟ برافو عليك سبحان الله. المحاره اخرها 3 سم. مش كلام. احنا دلوقتي هنعالج طوب ولا نعالج يعني في حاله الطوب؟ احنا بنتكلم على حاله الطوب صح كده؟ ايه رايكم تحلوها ازاي؟ ماشي؟ ادي كانات اعمل ايه في الكانات؟ انا ما عنديش مشكله بين العمود والحيطه. انا عندي مشكله ان العمود يا اما هو مايل يا اما الحيطه اللي مايله. دلوقتي الحيطه لو هي اللي مايله اعمل ايه؟ حاضر. والاي اي برضه لما اجي احط النيش بتاعك ويتدلق هو والصيني ابو 15000 جنيه ده زعلش. وبعد كده قالت لا. ايه رايك؟ انا بقالي 3 ساعات برضه باصص لك مستني. يعني حتى وشه دي حاجه ايا كان الحل اللي هيتحط مهما كان هيبقى فيه مشاكل. كسر وابني من جديد. يس. لا ما تخافش. ما عنديش حد يخاف. لا العمود حله يا شباب هو كله تخنه 60 سم. انا بتكلم عامه كله تخنه 60 سم حتى لو عالجته محاره او عالجته جراود او اي حاجه ليها طريقه معالجات هنتكلم عليها مهما كان مش هيكلفني كتير قد ما انا اكسره وابنيه من جديد واثر على خرسانه المبنى. حلو. في الخرسانات في الغالب اكيد هيحصل تاثير. ما هو في تحتيه طالع من يا اما من قاعده يا اما من سقف فاكيد هيأثر. تمام. فانا احلى حاجه ليه ده هو كله صغير مهما تصرف عليه مش قد ما تكسر خرسانه ونبدا نصب من جديد وليله كبيره. فسهل اتعامل مع العمود سوري لكن صعب ان انا يعني لكن ما فيش مشكله طز في قلب الطوب. الطوب ده في الاول والاخر طوب. فكه كسره وابنيه من جديد مش هتفرق معاك. هيبقى ارحم بكتير من الطوب يا جماعه والحيطان مساحه كبيره. الكاميرا بتعمل مساحه كبيره. العمود قد كده. قول اتفضل. عادي ما هو طلع من ايه؟ ماشي الاسلوب عليه ما هو مش طالع كده
هو في الاول والاخر هو طالع من السقف في حاجه اسمها رقبه عمود سخين صغنطاطين كده، بس يعني ليهم ارتفاع معين موجود في كود. مش مشكلتي دلوقتي، في مهندس مدني يكتب لك تمام، حاجه لحم عليه حديد من جديد وخلاص. ايوه عشان في مهندس مدني ربنا يسامحه بنقعد ندعي عليه في كل بتاع. طب هنفترض ان الست بقى ملهاش كده يتقال حلو برافو جدا، ده في كله وارد جدا وكل حلو. مش عايزه تكلفي بس في الاخر ما تزعليش ان بقيت القوائم مقلوبه، وبعدين مش عايزه تكلفي في ايه دلوقتي